تصعيد خطير النظام المخزن المغربي بإحيائه نقاش قديم وعقيم يعتبر من الأسباب التاريخية التي فجر النزاع الدموي مع الجزائر. وبعد ما كان هذا النقاش الوهمي محصورا في الأوساط السياسية غير الرسمية، انتقل إلى دواليب مملكة المخزن برعاية وكالة المغرب العربي للأنباء مآب لشخصية رسمية هي مديرة الوثائق الملكية التي طالت بتصريحاتها الوحدة الترابية للجزائر. هذه الشخصية هي بهيجة سيمو مديرة الوثائق الملكية، وقد حلت ثلاثاء ضيفة على منتدى وكالة الأنباء المغربية زاعمة بأن الهيئة التي تديرها تتوفر على وثائق تؤكد ملكية المخزن للصحراء الشرقية وفق توصيفها الباطل، ويقصدون بها أجزاء من المنطقة الغربية والجنوبية الغربية للجزائر. بشر وتندف والقنادسة في تصريحات سيكون لها ما بعدها. يا خرج شنو هذا؟ وتلاوت وسائل إعلامية مغربية فيديو لمديرة الوثائق الملكية نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية، وهي المرة الأولى التي تخرج فيها مؤسسات رسمية تابعة لنظام المخزن بتصريحات من هذا القبيل، ما يعني أن تلك المؤسسات تلقت الضوء الأخضر من مصادر صناعة القرار في المخزن بصب المزيد من الزيت على النار المشتعلة. ويعود آخر تصريح من هذا القبيل إلى سنة 2013 عندما خرج حميد شباط زعيم حزب الاستقلال المغربي بدعوة سكان المغرب لاسترجاع ما أسماه كذبا وزورا بالأقاليم المغتصبة من الجزائر مثل مدينة تندف وبشر والقنادسة الواقعة في الصحراء. وردت يومها للسلطات الجزائرية بوصف تلك التصريحات بأنها تشكل انحرافا خطيرا وغير مسؤول، والتي ندينها بكل قوة، كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الخارجية حينها عمر بلاني. ويعتبر حزب الاستقلال من الأحزاب المحسوبة على المعارضة ما نزع عن تصريحات زعيمه صفقة رسمية، ولذلك اعتبرت تصريحات زعيم حزب الاستقلال المغربي حينها مجرد مزايدات سياسوية للتسويق الداخلي، ما دام أن الحزب فقد وهجه للتاريخ، علما أن العلاقات الثنائية يومها لم تكن مقطوعة كما هي عليه اليوم. أما التصريحات الجديدة فهي رسمية بامتياز، فالجهة التي احتضنت هذه التصريحات ودعت إليها هي وكالة الأنباء المغربية الرسمية المعروفة بمآب، والتي تتلقى التوجيهات مباشرة من القصر الملكي. أما صاحبة التصريح فهي بهيجة السيمو التي تدير مؤسسة نشيفية رسمية هي الوثائق الملكية. المسؤولة المغربية قرنت الصحراء الشرقية كما أسمتها بالصحراء الغربية التي يحتلها المغرب إلى غاية اليوم، وعادة ما يوظفها نظام المخزن تحت شعار الوحدة الترابية التي لم يستطع أن يبررها من الناحيتين القانونية والتاريخية، على الأقل بالنسبة للصحراء الغربية التي دخلت دواليب الأمم المتحدة وأروقة محكمة العدل الدولية بمدينة لاهي الهولندية، التي قضت في حكم صادر عنها بأن سلطة لنظام المخزن على الأراضي الصحراوية المحتلة. وعلى الرغم من أن المنتدى شهد تفاعلا بين الحاضرين من صحفيين وغيرهم ومديرة الأرشيف، إلا أن أي منهم لم يتجرأ على الاعتراف بأن نظام المخزن لم يطلق ولو رصاصة واحدة على ما يسمونها الصحراء الشرقية أو المناطق الجنوبية الغربية للجزائر قبل خروج الاحتلال للفرنسي، وكذا الصحراء الغربية المحتلة قبل خروج الاحتلال الإسباني، تماما كما هو حاصل اليوم مع أكثر من 20 جزيرة مغربية محتلة من قبل إسبانيا، بالإضافة إلى مدينة سبتة وميليا اللتان ضمتا بشكل نهائي قبل أيام باعتبارهما بوابتين جمركيتين لإسبانيا على التراب المغربي.